ان انا شاركت 10 مرات في البطوله دي؟ لا ما اعرفش، بس احنا شاركنا 7 مرات. انت عارف ان انا اخدت البطوله 9 مرات؟ احنا خدناها مرتين والنهارده هناخد الثالثه. طب خليك كده في سنظل اوفياء. فوز وحظ. بص بلاش التعصب، اهم حاجه ان احنا في الاخر بنتجمع، ان احنا بنلبس تيشيرت منتخب واحد وهو منتخب مصر. هو ده المفيد وده اهم حاجه. ازيكم عاملين ايه؟ بتتخانقوا ليه؟ بتتخانقوا ليه؟ شايفك بتتخانقوا؟ لا احنا كان بس عشان النهارده مباراه السوبر وانا بقول له ان الاهلي. وانت؟ انا بقول الزمالك. ايه ده؟ طب المصري فين؟ ما هو في الاخر هنوصل لكده. حامد وايمي بيتخانقوا؟ ما اعتقدش، الكلام ده غريب جدا. بس انا شايفك. طب عايزين نقول ايه بقى؟ بالتغطيه الخاصه بتاعتنا للسوبر. ان احنا عايزين بنحب شعبنا وعايزين نشرف شعبنا. ورينا بقى انت هتقدمنا ازاي لشعبنا. ولكن سنقول اصدقاء الكرام في اجواء اكثر من ممتازه هنا في لقاء السوبر المصري كلاسيكو العرب، اجواء قد تكون ناريه والكل يستمتع هنا في الامارات وخصيصا بابو ظبي. لقاء تيكي تاكا، لقاء ناري، لقاء اسطوري، الكل سيستمتع هنا في لقاء تغطيه خاصه وممتازه مع حامد وايمي. مش ممكن يا ميدو. يلا كابتن محسن صالح نجم منتخب مصر السابق والنادي الاهلي وتاريخ في كرة القدم، والكابتن محسن صالح الوحيد الفائز مع الاسماعيلي بالدوري الممتاز. نرحب بحضرتك في دولة الامارات اللي هي بلدك الثاني يا كابتن محسن. اهلا وسهلا بيكم. قبل ما تسأل السؤال بقى تقول لي امنياتك ايه، اقول لك اتمنى انه الحدث يعني ما يكونش اقل من اللي اقيم السنة اللي فاتت. دي مباراة يعني كاس السوبر، يعني مش من وجهة نظري أنا، كاس السوبر ده يعني ده كرنفال، يعني المتعة البطولة في يعني مباراة واحدة بتعمل بطولة الهدف منها جمع الجماهير، إظهار وجه الكرة المصرية، فإسعاد الجماهير، الترويح عن الجماهير سواء المقيمة أو اللي هي الوافدة. والدولة هنا بترحب بالكل وبتسهل للكل المقيم والقادم. نتمنى لك التوفيق، انت انسان مجتهد وعندك اصرار، وان شاء الله يعني تحقق كل اللي تتمناه. بنرحب بالدكتور الفاضل الدكتور مندوب الحسيني في دولة الامارات العربية المتحدة. اهلا بيك وبكل السادة المشاهدين، ويا رب يكتر من المناسبات الجميلة الحلوة اللي بجمع فيها المصريين على قلب رجل واحد، وخاصة بعد الوجبة الجميلة الشهية، وجبة بطولة الأمم الأفريقية، واللي بذل فيها المنتخب القومي المصري مجهود غير رائع، وحط نفسه على الخريطة الرياضية العالمية وتقدم خطوات وترتب عليها نتائج جميلة جدا جدا، اللي هي وحدة الشعب المصري على قلب رجل واحد في وقت وفي ظروف في منتهى القسوة ومنتهى الصعوبة. مباراة وهتعدي وتنتهي إن شاء الله، واللي له نصيب في الفوز هيفوز، واللي يبذل جهد هيفوز، واللي بيحترم تيشيرت واللبس بتاع واسم ناديه إن شاء الله هيفوز. طيب أنا أهلاوي ولا زملكاوي؟ أنت قلبين، لك قلبين، قلب أحمر وقلب أبيض. أرى الشباب المكافح الحلو، الشباب المصري الرمز والسفير لبلده، كما أرى الكابتن حامد، وسعادته حينما يجلس أو يطلع أو يرى اي مصري في ابو ظبي او الامارات كلها، وربنا يكتر من سنه كابتن حامد. كنا دائما نكلم الاجيال والصغار والشباب نقول لهم اهلي وزمالك اهلي وزمالك، بس انت ما تحس بالاهلي والزمالك لين ما تحضر في المباراه وتشوف جمهورهم زين لايف. احنا الحين شفنا جمهور الاهلي والزمالك لايف قبل لا تبدا المباراه. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ احنا معروفين في الامارات نميل للزمالك صراحه، ما اعرف ليه. عشان الكندوره، لون الكندوره بس. كل لون الكندوره. انا زملكاوي، بس والله العظيم يعني ما عندنا احنا، شوف الحلو ان احنا يعني من يوم انولدنا واحنا لازم نختار فريق، فحد ياثر على حد. يعني هني حتى في الامارات عندنا لازم انت سواء تفهم في كره القدم ما تفهم يعطونك هاي الحونه، انت زمالك ولا اهلي؟
فلازم تختار واحد. السؤال الثاني يعني انتم مش عارفين المصريين، بس احنا عندنا هنا هذا من ضمن الاشياء اللي لازم تعيش انت مع يا برشلونه وريال مدريد، وتختار بعد اهلي وزمالك وبس. طيب انا اهلاوي ولا زملكاوي؟ انت الاثنين والله. وهذا التيشيرت انا قلت لك التيشيرت جميل، والله يا كابتن التيشيرت هذا عطى انطباع غريب. يعني انا لما شفته كنت نازل بالاسانسير وشفت التيشيرت هذا قلت برافو على الولد هذا، برافو عليه فعلا. اهلي وزمالك، ونتمنى ان شاء الله ان المباراه تكون اهلي وزمالك في كل شيء. كابتن احمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر، منتخب الرجاله، منتخب الابطال اللي شرفونا في افريقيا. نورتنا يا كابتن في دوله الامارات في ابو ظبي. انا في دوله الامارات بحس اني في بلدي تاني. شعب الامارات شعب مضياف وشعب كريم، ودايما في زيارتنا للامارات بنبقى في منتهى السعاده. شرفنا بيكم وان شاء الله نتمنى لكم تغطيه كويسه على الماتش ان شاء الله وبالتوفيق للفرقتين. ما فيش فرق بين اهلي وزمالك، احنا كل يهمنا صوره مصر وفي بلدنا الثاني دوله الامارات. جاية بسلام، السلام أمانة من أرض السلام مصر إلى الأرض الأمان الحبيبة الإمارات. النهاردة مباراة السوبر المصرية بين فريقين الأهلي والزمالك، وخلينا نشوف ونتابع هيحصل إيه. زمالك وميرسي لابو ظبي على استضافتهم. الماتش يجنن، ودايما ده عهدنا بيهم، احنا عايشين في دبي، وميرسي كتير قوي للامارات. زعلان جدا. بص هنا زعلان جدا ليه؟ زعلان امام، لا هم اخدوا معلش اخدوا مره. طب ايه المشكله؟ مره كويسه، مره واحده. معانا ومعاكم امير مرتضى منصور ابن رئيس نادي الزمالك. امير الف مبروك على الفوز. الله يبارك فيكي، ومبروك لجمهور الزمالك، وهارد لك لجمهور الاهلي. كنت متوقع الفوز النهارده لنادي الزمالك؟ شو يعني كنت حاسس لما عرفت ان عدد جمهور الاهلي اكتر من جمهور الزمالك اتفائلت. انا بتفائل بالظروف اللي احنا ما بنبقاش فيها متكافئين. طب كان توقعاتك ايه قبل المباراه يا كابتن فاروق؟ انا قلت المباراه صعبه، وحلمي ليه استراتيجيه، واحنا بنحلل انا والكابتن خالد استراتيجيه ان هو يوصل لضربات الترجيح، انه عنده حارس مرمى جيد جنش، واحنا لو من قريب كده 3-4 اشهر كان نهائي كاس مصر وجنش برضك في ضربات الجزاء. موفق جدا، عنده حس الحركه بتاعه جاي عالي جدا. صحيح. جنش قدر النهارده يحقق طموح ونتائج نتيجه الجهاز الفني وطموح الجهاز الفني. فانا بقول النادي الاهلي النهارده هارد لك على المباراه. في الدقيقه 88 في كره جت للنادي الاهلي عرضيه جار كانت تخلص المباراه. طيب نتكلم اول ما خلصت يا كابتن فاروق انا قلت الزمالك اللي هياخد. نتكلم لو سمحت في جنبك يا كابتن محسن. الكوره ما تعرفش غير، هي الكوره دي عباره عن جدل واخطاء ومهاره. جدل بين مدافع ومهاجم، واخطاء مدافع ومهاره مهاجم. هو من اخطاء من الدفاع وكره بالعرض ما عرفش يستغلها، فالاهلي دفع الثمن. الاهلي دفع على طول، بعد دقيقتين كان دفع الثمن. اول ما رحت لضربات الترجيح خلاص بتتكفل للزمالك. طبعا مع نجم التحليل العربي كابتن خالد بيومي. كابتن خالد، اسال حضرتك، كان في توقع معين للمباراه؟ انا كنت متوقع ان الزمالك يكسب من البدايه لسبب بسيط، لان شفت ان التركيز اعلى بالنسبه للزمالك. الحاجه الثانيه
سير المباراه بيقول ان في امور كده ان محمد حلمي استفاد من مباراه الدوري اكتر النهارده مما استفاد حسام بدري في المباراه الاولى. الفرصه الوحيده الحقيقيه للنادي الاهلي ولا الزمالك ملوش ولا فرصه. بس كان نسبه الاستحواذ اكتر للاهلي سلبيه. صحيح. لان في بعض الاخطاء اللي موجوده في نص الملعب كان المفروض الكابتن حسام يتداركها. في بطء شديد جدا موجود، في عبد الله سعيد منهك، في احمد فتحي منهك، في تغييرات متاخره جدا، في طرف الملعب ما بيلعبوش. فاهم كل الكلام ده، والزمالك بيلعب على جزئيه واحده، بيلعب على هجمه مرتده. محمد حلمي بيتلعب بذكاء بالمباراه، لعب 4 مدافعين ما بيتقدموش خالص، ولعب ب3 لاعبين في نص الملعب قدام ال4 يعني 7، ملانوا نص الملعب اكتر علشان ما يقدرش يفرض سيطرته، وبالتالي استحواذ نادي الزمالك النادي الاهلي كان سلبي. كل الزمالك كان بيلعب على هجمه مرتده، ما كانش فيها هجمات كتيره صحيح، بس في النهايه من استفاد من المباراه هو محمد حلمي. كابتن حازم، كان توقع حضرتك ايه قبل مباراه السوبر؟ من الفائز؟ والله كنت متوقع ان الزمالك هيكسب، كنت عايز ماتش صعب بس الزمالك هيكسب يعني، الله اعلم. هو كنت بتمنى طبعا وتوقعت ذلك يعني. الف مبروك لنادي الزمالك كابتن حازم. حبيبي. وطبعا اللمسه بتاعت حازم امام مش موجوده دلوقتي في الفرقه، انت شايف مين في الفرقه دلوقتي؟ في طبعا حازم امام، في مصطفى فتحي لعيب كويس، في ايمن حفني لعيب كويس، في نادي الزمالك لعيبه كتير كويس، مش كبالة طبعا. كابتن حازم، توجه رساله للجمهور اللي حضر النهارده من مصر؟ بقول لهم الف شكر، وشكل مصر كان كويس والناس شجعت باحترام. الخسر النادي الاهلي لما خسر الجمهور طلع باحترام. الزمالك الجمهور كان متواجد وشجع بشكل حضاري جدا جدا. انا شايف ماتش النهارده فيه مميزات كتيره جدا نقدر نستفيد منها ان شاء الله. معانا كابتن جنش حارس مرمى الزمالك، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. حضرتك اولا مبروك على الفوز، كانت مباراة صعبة ومهمة، وتحب تقول ايه؟ الحمد لله على المكسب، والحمد لله الماتش طلع بشكل كويس يليق بفريقين كبار زي نادي الزمالك والاهلي، والحمد لله دي طبعا حاجة بتبقى محسوبة لمصر، والحمد لله ان هي طلعت بشكل كويس يعني. لا الحمد لله والله الواحد بيبقى مبسوط ان هو بيقدر يفرح جمهور نادي الزمالك، دي حاجة طبعا بتبقى شرف لأي لعيب ان هو يقدر يفرح جمهور نادي الزمالك. معانا كابتن اسماعيل يوسف، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اولا مبروك على الفوز. كانت مباراة صعبة ومهمة. كان اداء اللعيبة، تدريباتهم، معسكراتهم، كانت ايه الاجواء؟ هو الحقيقه يعني من بدايه وجودنا هنا على ارض الامارات يوم السبت، كابتن حلمي كان قصد ان هو يعمل معسكر مغلق، فنقينا المكان اللي احنا بنصور منه ده. جيت قبلها بيومين يعني شفته وحسيت ان هو يقدر يلائم الظروف اللي جايه بالنسبه لنا، وكان في تركيز وشديد جدا من اللعيبه، في كل الامكانيات موجوده، في خصوصيه يعني صعب جدا حد يخش او يطلع من هنا. اللعيبه كانت مركزه لان بطوله مهمه جدا بالنسبه لنا، خصوصا ان احنا اخر المباراه كنا في الدوري كنا خسرانها من النادي الاهلي، فما ينفعش ان احنا يعني بينا وبين بعض خدنا عهد ان احنا نبذل اقصى جهد بالنسبه لنا. الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا نفوز بكاس، بالنسبه لنا هتبقى بدايه انطلاقه غاليه جدا. ان شاء الله. وببارك للعيبه وببارك للجهاز الفني وببارك لمجلس ادارتنا وجمهورنا المستشار مرتضى، ببارك له، وان شاء الله اللي جاي بالنسبه لنا يبقى افضل باذن الله. ومعانا ومعاكم كابتن باسم مرسي نجم نادي الزمالك. كابتن باسم مبروك على الفوز. الله يبارك فيك ربنا. كانت مباراة صعبة وكنتوا مشدودين هو ماتش طبعا من لاعب النادي الاهلي نادي كبير ونادي محترم، فالحمد لله قدرنا نفوز عليه بضربة الجزاء، فدي اول بطولة سوبر لنادي الزمالك، فبشكر ربنا الحمد لله. والبطولة قرب عليها طبعا بقالي من سنتين بقى موجود في نادي الزمالك بقالي 2.5 سنين، فدي رابع بطولة ليا، فالحمد لله دي حاجة كويسة بالنسبة لي. كابتن باسم، للمرة الثانية على التوالي الامارات بتستضيف السوبر المصري، كنت حاسس ان انت بتلعب بره مصر؟ لا والله يعني اجواء كلها مصرية ما شاء الله، جمهورين يعني الملعب بتملك جمهور الاهلي وجمهور الزمالك، فطبعا اكننا موجودين في مصر. طبعا دولة الامارات دولة محترمة جدا، تنظيم هايل جدا وحاجة محترمة جدا، حاجة تشرف فعلا، فبنشكرهم على الاستضافة الجميلة دي، والحمد لله اللي احنا برضه قدرنا نكسب بطولة السوبر الحمد لله. تعالي مبروك للزمالك، قلت لك هنفوز عليكم المرة الثالثة على التوالي. بس شفنا مباراة قمة في الروعة، والروح الرياضية كانت مسيطرة على المباراة، وأهم حاجة إن بيجمعنا بلد واحدة وهي مصر. فعلا شفنا النهارده مباراة حلوة، والجمهور كان كتير راقي، مفيش فرق بين أهلي وزمالك.
كان يوم جميل جدا وكرنفال حلو يستحق بمصر والامارات. Thank you.